مشاهدينا اهلا بيكم في رؤية لبكرة. من الطبيعي جدا ان كل انسان يحاول ان هو يزود ممتلكاته، يحاول قوي يكبر كل يوم عن يوم. احيانا بتكون ثمرة تعب وكفاح، احيانا كمان بتكون صورة من صور النجاح. لكن يا ترى احنا بندي نفس الاهتمام ونفس الجدية لرصيدنا في السماء، ممتلكاتنا، الاجر غير المنظور، الكنز الحقيقي المخفي؟ حقيقي مشاهدينا خليكم معانا في حلقتنا النهارده وتابعونا، لان من خلال حلقتنا النهارده والدقايق دي ممكن كلنا ناخد 100 ضعف الان وفي الظهر الآتي كوعد الرب. الحقيقه كنيستنا كلنا بنحبها وفخورين بيها جدا، لان هي مش بس بتهتم بولادها وبالجانب الروحي والخلاصي لشعبها في كل مكان، لكن كمان امتد اهتمام الكنيسه لولادها من أقرب. ابتدت تهتم بيهم بكل النواحي الاجتماعية والصحية وكل المشاكل اللي ممكن يكونوا متعرضين بيها. حقيقة الروح القدس بيعمل في قلوب ناس كتير، أفكار كتير بتدعم للخدمة، أفكار كتير كل يوم بتتولد وبيظهر جهود كتيرة نقول عليها جهود وجنود مجهولين. هيئات كتير بدأت تعمل في مجال العمل التطوعي والشاريتي اورجانيزيشن. كل الهيئات دي يمكن النهاردة فرصة من الفرص اللي احنا محتاجين نقرب شوية ونتكلم عن واحد من أهم الهيئات في مجال الخدمات التنموية والعمل التطوعي. حقيقة لجنة أو هيئة القبطس الأسترالية واحدة من الهيئات العريقة جدا، تأسست عام 1986، والحقيقة احنا بننتهز الفرصة دي وبنقدم لها طبعا التهنئة، لأنهم بيحتفلوا بمرور 30 سنة على إنشاء الهيئة. 30 سنة طبعا وقت مش قصير، أكيد في إنجازات كتير، أكيد في مشاكل وعقبات كتير، أكيد كمان في بركات كتير. النهارده بيسعدنا جدا يكون معانا في حلقتنا النهارده من الفاونديشن، احد الفاونديشنز او احد المؤسسين لهذه الهيئه، الاستاذ فرج جبران، سكرتير واحد مؤسسي هيئه كوبتس استراليا. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيكي، منورنا ومشرفنا. تعيشي كتر خير. طبعا بنقول لك كل سنه وانت طيب، بمناسبه مرور 30 سنه، يعني 30 سنه من العمل والخدمه في الخفاء. وطبعا احنا يمكن متاخرين، لكن ربنا عارف من داي 1، من اول يوم جهودكم وقلبكم اللي اتحرك علشان الخدمه واحساسكم بالناس، سواء هنا في استراليا او خارج استراليا في اي مكان. نشكر ربنا ونشكر قناه اغابي لاهتمامها بجمعيه القبطس. والحقيقه يعني تاريخ طويل للقبطس، وربنا بارك في الخدمه وربنا بارك في العمل، ونشكر ربنا على كده باذن الله. الحقيقه طول عمرنا عارفين ان ربنا زي ما ادانا الوصيه بالعشور، هاتوا العشور الى الخزانه ليكن في بيت ابي طعام وجربوني. الوصيه دي ناس كتير بتلاقيها سهله، وناس كتير بتحس انها صعبه عليها. يمكن ده مش موضوعنا النهارده، لكن احساسي بان القلوب الرحيمه، القلوب اللي يمكن كلها محبه اكتر، احساس اكتر، بتقدر تحس باخوها او اخويا في المسيحيه، او نقدر نقول ان احنا كلنا اعضاء في جسد المسيح. فالدافع الاساسي اللي خلاك تفكروا في من اول يوم في الهيئه دي او الفكره دي، ايه هو الدافع الداخلي الاساسي؟ الحقيقه الدافع الداخلي كان دافع شكر ودافع محبه. طبعا شكر ربنا انه جابنا استراليا، بلد الحقيقه يعني تكافؤ فرص وبلد فرص. وطبعا احنا جايين من مصر وحاسين بالاحتياج اللي موجود في مصر. دي النقطه، يمكن سوري انا اقطعك، لان دي نقطه مهمه جدا، مهمه قوي. ان انا لو سبت مصر او سبت بلدي الاصلي وهاجرت لاي مكان في العالم، احمل معي نفس النبض ونفس الاحساس ونفس العواطف لشعبي واهلي في مصر. يمكن ناس كتيره لما بتعدي عليها السنين الاحساس ده بيقل شويه. راي حضرتك ايه بقى؟ لا، الاحساس ما بيقلش، بس اعتقد ان لو احنا بنزور مصر يعني على اوقات متقاربه ولا حاجه، بنحس بالاحساس اكتر، او لو لنا صله بمصر. وطبعا الكنيسه الام في مصر اللي عليها دور كبير انها بتخلينا نحس، لان القبطي بالذات بيحمل كنيسته معاه. يعني ما شفناش واحد قبطي ارثوذكسي جه
وفي بلد، واكتفى إنه هو يصلي في كنيسة غير قبطية أرثوذكسية، مم. حتى لو كنيسة أرثوذكسية على الإيمان القبطي. فتلاقي القبطي بيسعى إنه يأسس كنيسته معاه. مم. ده إحساسه بكنيسته، إحساسه ببلده، إحساسه انتماء. بوطنه، إحساسه الكامل يعني مم. بالانتماء مم. لهذه الكنيسة ولهذا الوطن. فالإحساس يمكن بيقل في الجيل الثاني، الجيل الثالث، بس دي طبعا وظيفة الأسرة إنها تنمي هذا الإحساس. مم. فالإحساس موجود، وإحساس الشكر وإحساس الواجب موجود طبعا في قلوب المصريين الأقباط اللي موجودين في سيدني. واحساس جميل وبنشجعه طبعا، لكن ما اقدرش انسى ابدا اني افتكر الاجيال الجديده اللي طالعه ومولودين هنا وما جالهمش الفرصه، يعني مش ذنبهم بس ما جاتلهمش الفرصه انهم يعيشوا في مصر او يعيشوا صح. في بلد اخرى غير استراليا، ويعرفوا قد ايه ان ممكن تكون في ايام صعبه وايام مش سهله. طبعا احنا هنا ما ننكرش ان هنا في نوع من الراحه شويه، طبعا نحسسهم الواجب ازاي بتاعنا إن احنا ننمي هذا الإحساس فيهم، مم. إن احنا نزورهم مصر وننزلهم الخدمة، يعني عشان مم. يشوفوا الاحتياج اللي موجود ويحسوا بيه، ويحسوا ازاي هم يعني ربنا اداهم نعمة كبيرة بوجودهم في استراليا، وان دول اهلهم واخواتهم واشقائهم، ان هم لازم يعني يحسوا بيهم ويشاركوا في احتياجاتهم. مم. احتياجات القديسين اللي موجودين في مصر دي احتياجات مهمة جدا، وربنا موصي عليها، ويعني المفروض انها تكون موجودة في قلوب كل الناس. العطاء عبارة عن مثلث من الأمانة والحكمة والخفاء. إزاي نربط بين الثلاثة دول؟ ال- الأمانة طبعا يعني جزء كبير عليها. يعني الواحد بيكون أمين مع نفسه، إن هو ربنا اداله حاجة وهو مم. لازم يساهم في احتياجات الآخرين الحاجة دي، لأنها دي نعمة من ربنا مديها له. وربنا يعني لما أنا بدي حاجة لحد محتاج، ب- أنا اللي باخد البركة، مم. مش المحتاج اللي بياخد البركة. المحتاج ممكن ربنا يديله مم. بأي طريقة بأي وسيلة، إنما ربنا اداني نعمة، أنا اللي بدفع على أساس إن أنا بشارك في احتياجات إخوة الرب. وإخوة الرب وربنا سماهم هؤلاء أحد هؤلاء الإخوة الأصاغر. صغيرة. فدي يعني بنغير مفهوم إن أنا أعطي، لا ده أنا باخد. يعني أنا كلمة. باخد أكتر ما بعطي حتى. مم. يعني أنا بعتبر إن المقبوط هو العطاء أكتر من الأخذ. يعني أنا باخد صحيح، باخد نعمة وباخد بركة مم. وباخد سلمة قريبة للأبدية يعني، مم. فمن العطاء. مم. فدي ملهاش ثمن، مم. ما تقدرش بمال. الخفاء، احنا طبعا في جمعية القبطس ما بنعلنش مين اللي اتبرع ومين ما اتبرع، او التبرع بتاعه حتى رايح فين. مم. يعني دي من ضمن الشعار الأسرار أو اللي المفروض ان احنا قوانين. نحافظ عليها. مم. ودي بنعمة ربنا اللي أخذنا بيها ثقة الناس اللي موجودين في سيدني، اللي هم بيحبوا العطاء. احنا فرصة الحقيقة لو نفكر مشاهدينا ان هم يتواصلوا معنا على الهواء، بيساعدنا كمان تشاركونا بأسئلتكم واقتراحاتكم وأفكار جديدة ممكن نقترحها من خلال لقائنا بالأستاذ فرج. يمكن دي فرصة نتواصل بيها معاكم، وفرصة كمان للتليفونات من خارج استراليا، لأن ممكن يكون في ناس كتير لسه ما عندهاش وعي كتير كفاية وتعريف بهيئة القبطس. الحقيقة دي نبتدي نتكلم من البداية، وقلنا الهادف الحقيقي هادف أمين وهادف صادق، وهو ده أهم حاجة ربنا بيدينا أجر عليها. هنتكلم من البداية عن الفكرة بدأت إزاي والتأسيس الأولي ده من 30 سنة. هو الفكرة صحيح بدأت إن أحد الأصدقاء نزل مصر، ويعني إحنا ابتدينا 86. مم. بعضنا هنا من 68 وبعضنا هنا من 70 وبعضنا من 67. أحد الأصدقاء نزل مصر وحس بالاحتياج
سنة 86. وجه هنا قال يا جماعة احنا قاعدين هنا في ويست كتير قوي وقاعدين في نعمة احنا مش حاسين بيها، واخواتنا في مصر يعني محتاجين، واخواتنا في مصر في ضيقة كبيرة، فلازم نعمل حاجة فيهم. فربنا حط محبة الناس دي في قلوب الإخوة اللي قاعدين، وقالوا طب ما نعمل حاجة، نلم حاجة يعني كل اللي نقدر نعمله نحن نلم عطايا للناس المحتاجين، لأن احنا ما نقدرش نسيب أشغالنا وننزل نخدم هناك، لأن احنا قاعدين هنا وأسرنا هنا. فأقل ما فيها إن احنا حتى نساهم بالعشور، ولا نساهم أقل من العشور whatever يعني اللي موجود. وفعلا ابتدأت الفكرة كنا أصدقاء كلنا مع بعض، ابتدت الفكرة وابتدينا نكلم الناس عليها، فابتدأت فترة بفترة. وطبعا فكرنا في نعمل حاجة اسمها عشاء الفقير، نجيب ناس تتبرع بالفول والطعمية، وحتى لو ما كانش في صيام يعني بنعملها احنا، يا إما أثناء الصيامات بنعمل في صيام الميلاد وصيام السيدة العذراء وصيام عيد القيامة. فإنما في صيام السيدة العذراء بنعمله قبل الصيام، فقبل الصيام برضو طعمية وفول وأكل صيامي عشان نحس يعني الفقير. ويمكن الفقير بالنسبة للفقير الفول والطعمية دي حاجة كبيرة بالنسبة له، إنما قلنا عشان نحس بالفقير بياكل إيه. آسف. ابتدينا نعمل هذا، الناس بتتبرع بالفول والطعمية ويبتدوا يعملوه ويبتدي وبتاع، وبنلم الناس ونقول لهم تعالوا عشاء الفقير، وكل واحد يدفع 20 دولار عشان ياكل الفول والطعمية اللي هو متبرع بيها. فكانت فكرة جميلة، وابتدينا ابتدينا شوية شوية يعني. ربنا ادانا نعمة في الأول حاجة صغيرة، وبعدين مع الأيام كبرت، ونشكر ربنا على المجهود اللي حصل، والنعمة بتاعت ربنا اللي حلت علينا يعني بدأت الفكرة من مجرد حفلات عادية لأغابي يعني، والعائد كله بيكون رايح لمصر. الفكرة تطورت لبعد كده إيه؟ يعني أنا الفكرة تطورت بعد كده، إن هي مش بس يعني عشاء الفقير، إن إحنا نقول للناس اللي عنده حاجة عاوز يبعتها مصر ممكن إحنا نوصلها له. طبعا كان في مصاريف للحاجات دي، فقلنا إن الجمعية تتحمل المصاريف. عشان كده مثلا أنا ببعت دولار، لما بتبرع بدولار هنا الدولار بيوصل مصر دولار، ما بيوصلش 99 سنت. يعني هيئة غير هادفة للربح، ما فيش أي مصاريف إدارية، لأن كلنا متطوعين. ملناش مكتب مأجرين حاجة وبتاع، إننا كلنا متطوعين. في أخ بيشتغل من بيته، عنده أوضة كاملة مخصوصة للكوبتس، وكلها الدوسيهات وكلها التقارير اللي بتجيله من مصر والكمبيوترز، كل حاجة يعني موجودة. في إخوة تانيين بيشتغلوا في المطبوعات، يعني حاجات زي كده. ما فيش أي مصاريف بتندفع من التبرعات. كل تبرع زي ما بنستلمه بيوصل مصر كامل 100%. وتطورت الجمعية بعد كده إن إحنا هل بيوصل إزاي؟ يعني المرحلة دي يعني من هنا بيوصل إزاي؟ هل يا ترى أشخاص بعينهم بيروحوا بنفسهم لمصر يوصلوها للمستحقين فعلا، ولا الأول كنا بنبعت لأفراد في مصر معروفين، وكان في واحد كورير في مصر بيتبرع إن هو يوصلها لأنحاء مصر كلها، من اسكندرية لأسوان ومن العريش للسلوم. يعني كان بيعمل عنده كورير سيرفيس، فكان بيوصل هذا. كنا بنبعت الأخ اللي هو موجود في مصر نقول له المبلغ ده يتوزع 100 دولار في الحتة دي، و100 دولار في المنطقة دي، 100 دولار في الإسماعيلية، و100 دولار في بورسعيد and so on. وكان الكورير
بيوزع وياخد إيصالات من الآباء الكهنة اللي هم بيستلموا هذه المبالغ. دي كانت الفكرة الأولانية، زي ما بنقول اللي هي يعني فكرة لسه بدائية خالص، يعني ما كناش عارفين نشتغل ازاي، وربنا ما كانش لسه أرشدنا للطريقة. تطورت الفكرة بعد كده ان احنا سمعنا عن بليس ايجيبت اللي هي اسقفية الخدمات، وكان في واحدة سيدة أسترالية كانت بتخدم في مصر، ولما سمعت بينا جت يعني قالوا لها في مصر ان في جمعية اسمها جمعية الكوبتس، فجت حفلة من حفلات العشاء الفقير واتكلمت معانا وقالت انها بتروح مصر كل سنة وبتخدم مع اسقفية الخدمات، وازاي اسقفية الخدمات دي بتشتغل وايه التنظيم اللي عندهم. كان ماسك اسقفية الخدمات نيافة الأنبا يؤنس في هذا الوقت، فابتدينا التواصل مع اسقفية الخدمات بهذه المناسبة، يعني ان احنا سمعنا من بدأ شكل التعاون ما بين اسقفية الخدمات وبين القبطس، ومن هنا يمكن بدأتوا بشكل يعني هادف اكتر ومنظم بشكل اكتر، يعني بدأ شكل الخدمة يتحول بدأت شكل الخدمة اكتر، وبدأت الناس يعني تحط ثقتها في جمعية الكوبتس، انهم بيوصلوا التبرعات بدون اي مصاريف او اي حاجة، وبيراعوا الامانة في تسليم التبرعات زي ما حسب المتبرع بيوجه التبرع بتاعه. معلش بنستأذنك لأستاذ عياد ياسا معانا على التليفون. بنرحب بيك يا أستاذ عياد، أهلا بيك. سلام ونعم عليكم ولجميع المشاهدين. أهلا بيك يا أستاذ عياد، منورنا. تحب تقول تعليق للبرنامج الحلقة النهاردة؟ متهيألي الاستثمار بيكون على الأرض، لأن السيد المسيح ضرب لنا مثل في متى 19:20 لما أعطى إنسان وزنات لعبيده عشان يتاجروا فيها، ومدح اللي استثمرها. وممكن ناخذ الآية في مزمور 626 الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج، ونحول هذا الحصاد إلى كنوز في السماء، لأنه حيث يكون كنزك يكون قلبك. بالضبط. العطاء هو تحويل كنوز إلى السماء. الحقيقة عندي موضوع آخر، وأرجو من السيد المخرج ما يقطع المحادثة. على مدى عام من عمر برنامجكم أنا تكلمت معكم 46 مرة عشان أشجع الآخرين للاتصال، ولا مرة تكلمت فيها بكلام غير لائق. الحقيقة عندي عتاب على المخرج، أرجو أن يتقبلوا بكل محبة. في الأسبوع الماضي قلنا على نداء من دكتورة إيمان شاروبيم، وفجأة انقطع الاتصال. طبعا من حق المخرج يقطع أي اتصال إذا كان كلام غير لائق، فأرجوه يوضح للمشاهدين الأعزاء إذا كنت تكلمت بكلام غير لائق دعاه لقطع الاتصال. وأنا بشكر الابنة روز لحسن استقبالها لكل مداخلاتي، والسلام والنعمة لجميعكم. أشكرك جدا، بس يمكن ده يمكن عن سوء قصد. لا طبعا، هو احنا أسرة البرنامج بترحب بكل شعبنا وبكل ولادنا اللي بيتصلوا بينا على التليفون، وده فخر لينا جدا، وخصوصا أستاذ عياد بالذات لأن حضرتك صديق دائم للبرنامج، متابع للبرنامج كل حلقة. طبعا يمكن ده عن غير قصد حصل، ويمكن سوء تفاهم، لكن طبعا احنا بنرحب بمكالمة حضرتك كل مرة، وبنستفيد جدا بالتعليقات سواء الروحية أو الآراء أو الأسئلة اللي حضرتك بتقدمها. احنا بنعتذر عن سوء القصد ده، وبنتمنى طبعا تواصل تليفونك ومكالمتك لينا كل مرة. بنشكرك يا أستاذ عياد. أستاذ فرج، يمكن بنتابع حلقتنا النهاردة وكنا بنتكلم عن التطور الطبيعي وشكل التعاون ما بين أسقفية الخدمات العامة أو الاجتماعية وبين هيئة القبطس، وهنا بقى الشكل التنظيمي أكتر. يمكن ده بيفكرني قوي بمثل إشباع الجموع، لأن رب المجد يسوع هو القائد وهو المعلم، وهو أكتر حد علمنا الخدمة والتنظيم في الخدمة. ولما طلب من الرسل والتلاميذ إن هم يقسموا الشعب 50-50 والنساء عن الرجال،
الشكل التنظيمي ده للخدمة، والشكل توزيع العشور أو توزيع الأكل ليهم في المعجزة دي، ده أكبر درس لينا بأن ربنا يحب النظام ويحب الترتيب وبيحب الدراسة لكل مشروع حتى في الخدمة. من تعاون لسقوفية الخدمات مع هيئة القدس بدأت الهيئة تأخذ شكل تنظيمي جديد. كلمنا عن الهيكل التنظيمي ليه. الهيكل التنظيمي للهيئة طبعا، الهيئة متسجلة as a charity organization في سيدني في أستراليا. وطبعا عشان نتسجل كتشاريتي اورجانيزيشن بتاخد إجراءات تنظيمية كتيرة قوي. لازم يكون عندنا محاسب قانوني، ولازم نبقى في مراجع حسابات اللي هو الأوديتور، وبنتسجل في مصلحة في الآسكس مصلحة الشركات، وبنقدم كل سنة ميزانية ايه اللي داخل وايه اللي خارج، ومعتمدة من المحاسب ومعتمدة من المراجع مراجع الحسابات، وبتتقدم لمصلحة الشركات ده هنا. فول تايم جوب تانية شغلانة فول تايم جوب يعني وظيفة يس كاملة. طبعا. طبعا خدام مجهولين طبعا. وكل الناس دي متبرعة، يعني المراجع متبرعة متبرع والمحاسب متبرع. ونشكر ربنا يعني ان قلوب حلوة خالص موجودة معانا وبتساعدنا في الخدمة. كلهم متبرعين. ده من الناحية الحسابية. من الناحية التنظيمية تاني، احنا طبعا كل شغلنا بيبقى على سبريد شيتس وكمبيوترز، وبتبقى موجودة المتبرع الفلاني بعت للحتة الفلانية، ولما نيجي نبعت بنشوف الجهة المستشفى الفلاني رايح له كام في المدة من كل كورتر، كل ربع في السنة بنشتغل المسافة دي، أو لو في حاجات مستعجلة بنبعتها مستعجلة على طول. وبنجمع كل الحاجات دي ونبعتها. بندي إيصالات للمتبرعين. المتبرع بياخد الإيصال بتاعه إن المبلغ بتاعه وصل. طبعا بيتابعوا المتبرع، ساعات بيتابع تبرعه في مصر لما يوصل تبرعه يوصل مصر. فدي يعني الهيكل التنظيمي بتاعنا. في طبعا متقسمة الأعضاء مجلس الإدارة بتوع الكوبتس متقسمين، كل واحد عنده مسؤوليته. ففي الرئيس الأخ حشمت جريس، ونائب الرئيس الدكتور وجدي ندى، السكرتير ضعفي يعني، في أمينة الصندوق مدام نجوى حنا، وفي أعضاء مجلس إدارة تانيين كلهم لهم مسؤوليات، عليهم مسؤوليات. وفي الآخر بنعمل اجتماعات كل شهرين، وبنشوف ايه اللي حاصل، وبنوزع المسؤوليات تاني، وبنشوف يعني إذا كان في أي ثغرات هنا أو هنا بنحاول نسدها. ونشكر ربنا إن احنا يعني ماشيين كويس. هو الجميل ان انتوا يعني اسستوا الجمعيه دي بكوادر ليها خلفيه علميه وثقافيه معينه تقدر ان هي تقدم وتفيد اكتر للجمعيه او للهيئه. لو قلنا يمكن المحاسب اكيد بيبقى له على درايه بالحسابات واحدث برنامج للحسابات يقدر يقدم لكم احصائيات كامله عن ميزانيه العام الماضي وميزانيه السنين اللي جايه. استخدام التكنولوجيا والاستخدام الجديد، يعني احنا طبعا ما بنقللش ابدا من العمل اليدوي، بس في نفس الوقت الاستخدام الجديد للتكنولوجيا والعلم ده بيسهل عليكم كتير، بتقدروا تعرفوا على طول العجز فين او المفروض ان الجهة دي نقدر نمول فيها اكتر. ده بيساعد هو الحقيقة دي باتصال مع اسقفية الخدمات. يعني هي اسقفية الخدمات بتوجه برضو، بتقول يعني الناحية دي محتاجة تعضيد أكتر، الناحية دي يعني احنا اتكلمنا مع اسقفية الخدمات عشان تنظيم العمل الخيري في مصر. ودي اسقفية الخدمات ابتدأت فعلا تعمل داتابيز للهيئات الخيرية المختلفة اللي بتشتغل في مصر، مع الجهات اللي هي المخدومة. الجهات المخدومة بتشوف الجهات المخدومة، وبتشوف المخدومين احتياجاتهم ايه، وعامله لهم داتابيز. وابتدأوا بالقاهرة،
فدلوقتي القاهرة كلها عندها داتابيز في أسقفية الخدمات. فالداتابيز دي موجودة، وهم بيعملوا اورجانيزيشن للخدمة هناك في مصر عشان ما يبقاش في اوفرلابنج مع الهيئات الخيرية الأخرى. أسقفية الخدمات جمعت الهيئات الخيرية مع المحلية في مصر مع بعض علشان ينظموا العمل، كل واحد ياخد ناحية معينة من الخدمة عشان الخدمة تبقى يبقى في تكامل، أوسع وأشمل، يبقى في تكامل وتبقى ما فيش فيها اوفرلابنج على بعض. لو قلنا الخدمة في مصر بالتحديد، ويمكن احنا لما نقرأ الأحداث كل يوم، طبعا كلنا على اتصال كبير بمصر وبأهلنا وبلدنا يوم بعد يوم، وزي ما قلت بنقرأ الأحداث وبنشوف ايه اللي بيحصل، ايه الجديد، ايه الأحداث الحلوة، ايه الأخبار الحلوة، ايه الأخبار اللي ممكن تكون بتزعلنا. بنحس أكتر إن احنا عايزين نعمل حاجة، نحس إن لينا دور أكبر من إن أنا مجرد بس أدي عشور أو أدي عينة مادية. في حالات طارئة، حالات بتبقى يعني زي نقدر نقول ناتجة عن حالات عنف أو تهجير، مثلا في قرية من القرى، تهجير ناس من مساكنها. نقدر نقول إن هي حالة طوارئ جماعية لمجموعة كبيرة من الناس. يا ترى في خطة مدروسة، خطة طارئة وعاجلة نقدر إن احنا بيها نقدم بيها معونات فجأة وبسرعة، وندعم بيها المتضررين في أي مجال أو في أي مكان؟ الحقيقة دي نقطة فعلا يعني جوهرية، لأن الحالات الطارئة في مصر كتير. ف بس يعني عشان القدس عندها تاكس ديدكشن، فاحنا متقيدين بقوانين التاكسيشن هنا، الضرائب هنا، ان لازم تكون مشروعات ديفلوبمنت، تنمية بشرية. تنمية بشرية بتشمل حاجات كتير، بتشمل صحة، تعليم، جواز بنات، تحديد نسل، عنف ضد النساء، الحاجات دي كلها ده يعني. هنلاقيه هناك يعني، احتياج ملح في كل المجالات يعني. فالتنمية البشرية، هم بيفرقوا، التاكس ديبارتمنت بتفرق بين التشاريتي والديفلوبمنت. فالتهجير والحاجات دي بتبقى لها طوارئ هنا. الناس طبعا بتتبرع للكوارث، للهيئة المعينة، دي اللي لصالح موجودة. الهيئة الطوارئ بالتحديد. دي احنا بنقدر نبعتها، انما اللي بيستحق انه ياخد تاكس دكشن بياخد تاكس دكشن، واللي ما يستحقش انه ياخد تاكس دكشن احنا بنقبل التبرع وبنبعته للمكان بتاعه. يعني مثلا زي المجزرة بتاعت ليبيا اللي حصلت، ومساعدة الأسر اللي هناك، دي تبرعات اتلمت في الحقيقة شعبنا هنا شعب جميل، وربنا حاطط في قلبه محبة كبيرة قوي لمصر. فأي ما تحصل حاجة بنلاقي تبرعات جاية للكوارث اللي بتحصل دي، وبتروح دايركتلي، ما بيكونش فيه فرصة ان هي تتقدم بطلبات على انها تاكس ديدكتبل، يعني بتبقى حاجات طارئة ومفاجئة. التاكس ديدكتبل للمشروعات التنمية، لكن دي بتوصل اللي بيحب يتبرع بعد كده ما بيهموش تاكس ديدكشن. الحقيقة بيتبرع عشان دي أقل حاجة ممكن هو عاوز يساهم طبعا في احتياجات الناس. مظبوط. نقدر نقول ازاي نقدر نشترك في كوبس استراليا، سواء على مستوى الهيئات وعلى مستوى الافراد؟ يعني مثلا لو نقدر نقول هيئه زي هيئه بتقوم على التشاريتي، او ان هي بتقدم خدمات معينه في مصر لجهات مختلفه، زي مجال الصحه، زي مجال التعليم، زي مثلا اصحاب الاعاقه مثلا، مجالات اخرى متعدده. الهيئة دي عايزة تنضم للقدس، وتكون كل التبرعات اللي بتيجي من خارج مصر تاكس ديدكتبل. ايه الشروط وايه المواصفات او الاجراءات اللي المفروض تقوم بيها؟ الشروط ان طبعا التاكس ديدكشن له شروط، عشان اولا لازم تصرف في مشروعات تنمية بشرية. الإعاقة ممكن في الناس اللي بنبني لها سقف، بندخل لها ميه، ندخل لها كهرباء، دي كلها تنميه بشريه. ولازم يعني لازم يكون احنا اشتركنا مع اسقفيه الخدمات، لانهم كانوا طالبين تاكس ديبارتمنت، طالبه وكيل في مصر، في البلد اللي موجهه اليها
التبرع يكون وكيل معتمد، وكيل له صفة. والحقيقة أسقفية الخدمات طبعا يعني مستوفية هذه الشروط. فأسقفية الخدمات هي اللي بتتلقى هذا وتوزع على الجهات اللي هي فيها في التبرع. المفروض ان الجهة اللي بتستلم التبرع تكتب تقرير عشان الأموال دي اتصرفت فين، لأن طبعا دي أموال خارجة من أستراليا من غير ضرائب، معفاة من الضرائب. فمفروض انها تصرف في حاجات مسؤولة حسب مصلحة الضرائب ما هي قالت تصرف ازاي. في تنمية بشرية ما بتصرفش في حاجة تانية، ما بتصرفش في مباني بتاع كنائس او مباني اديرة، ما تصرفش في حاجات زي كده. اللي بيتبرع لمباني كنائس ومباني اديرة اهلا وسهلا، بس ما بياخدش تاكس ديدكشن. اللي بيتبرع لمشروع التنمية بياخد تاكس ديدكشن. فالجهات اللي موجودة في مصر ممكن تتصل بينا في الكوبتس أو تتصل بأسقفية الخدمات وتقول احتياجاتها لأسقفية الخدمات، وإحنا ننشر احتياجاتها هنا للناس. واللي بيحب يتبرع لهذه المشاريع طبعا يعني مرحبا بيه، وإحنا يعني ناخد بركة إنه إحنا نوصل التبرع بتاعه. أستاذ فرج، اسمح لنا بنواصل حديثنا معاك، واسمحوا لنا مشاهدينا نواصل حديثنا وكلامنا أكتر عن كوبتس أستراليا، ولكن بعد الفاصل. كوبتس اوف استراليا هي الحقيقه قصه حب، يعني حب ربنا لنا لما جابنا في البلاد الحلوه دي، وبعد كده حب ربنا لنا ان احنا نساعد اخواتنا في مصر. ابتدت 1986. الجماعه المؤسسين اللي هم كانوا المهندس مخلص سيدهم، الدكتور فرج جبران، الأستاذ ميشيل إبراهيم، كان معانا الأستاذ وديع رفايل ومدام سهير رفايل. كل ده كان عمل ابتديناه يعني بمحبة إن احنا عاوزين نخدم إخواتنا اللي في مصر بعد اللي شفناه الحقيقة في مصر، في حي الزبالين وفي قرى مصر، أغلب قرى مصر في الصعيد وفي غير الصعيد في الوجه بحري. كل ده كان محتاج لعناية مننا إن احنا نساعد إخواتنا هناك في مصر. دي الحكاية دي طبعا لقت معارضة شديدة هنا في سيدني، لكن ربنا سمح إن احنا نستمر. أبونا مينا نعمة الله ينايح روحه قال لهم يا جماعة ما تقاوموش الجماعة دول، سيبوهم يشتغلوا. إذا كانوا من عند ربنا، ربنا هيكمل الشغل. إذا كانوا مش من عند ربنا، ربنا قادر يوقف الشغل. واستمر العمل. 1989 جالنا ديكري من الله ينايح روحه الأنبا شنودة الثالث، كتب لنا ديكري إن احنا نشتغل مع لجنة البر لخدمة الفقير، ودي كانت على يد الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة. بعد كده 1991 الأنبا شنودة حضر عشاء الفقير، رغم أنه كان جاي تعبان من اجتماع مجلس الكنائس أستراليا في كامبرا، لكن قال أنا أروح أشوف الفقير. وعملنا لنا مكتب في القاهرة لتوزيع التبرعات، واتفقنا مع شركة تحويل أو كورير يعني عشان خاطر توصل التبرعات دي لكل واحد احنا عاوزين نبعت له التبرعات. كل ده كان عمل فولنتيرز، يعني كلهم متطوعين ومحدش كان بياخد أجر على الشغل ده. سنة 2003 الحكومة الأسترالية قررت إنها تدينا الإعفاء الضرائبي. الإعفاء الضرائبي ده لعمليات التنمية.
عمليات التنمية اللي هي نمسك مثلا قرية من القرى نبتدي فيها من المسكن. انت دلوقتي يعني لازم البني ادم يبقى ساكن في حته ما يعني مسقوفه عليها سقف، لها دورة ميه، لها فيها كهرباء، فيها مياه نظيفه للشرب. الكلام ده مهم جدا قبل ما تبتدي تعلمه. بعد ما ريحناه في المسكن لازم يتعلم في عملنا محو أمية، عملنا اشتركنا أو عضدنا التعليم في المدارس الابتدائية وبعدين المدارس الثانوية وبعدين التعليم العالي وكمان التعليم المهني عشان خاطر الواحد يقدر يمارس أي مهنة يأكل منها عيش. وبعد كده كمان اشتركنا في توظيف الناس المؤهلة اللي مش لاقيين وظائف. العمل ده كله مهم، يعني مهم قوي تبتدي بانك انت تروح لأفقر قرية في مصر وتبتدي فيها من المساكن، وبعد كده توصل معاه خطوة بخطوة لغاية ما يقدر يبقى عايش كبني آدم محترم. يعني ده هدفنا وده هدف الحكومة الأسترالية كمان. زي ما ربنا ادانا بركات هنا، احنا لازم نوزع هذه البركات لاخواتنا في مصر واخواتنا في تايلاند، اخواتنا في اندونيسيا، اخواتنا في افريقيا، اخواتنا في السودان. انا بطلب منكم تعضيدنا في الحقيقه في 3 حاجات. اول حاجه انكم انتوا تصلوا لهذه الخدمه، لان احنا من غير الصلاه ربنا يعني بالصلاه ربنا هيبارك في شغلنا. تاني حاجه خلوا الشباب يشترك معانا. الشباب لازم يشترك معانا ولازم يروح مصر، لازم يزور الحتت دي. ثالث حاجة تبرعاتكم المالية طبعا، ودي كلها معفاة من الضرائب إذا كانت تروح للتنمية. وأشكركم على اشتراككم معنا في كل خطواتنا، وربنا يبارك في هذا العمل لأن ربنا أمرنا بخدمة الإخوة الرب. وشكرا. رجعنا معاكم مرة تانية مشاهدينا، والحقيقة بيسعدنا انضمامنا للحلقة النهاردة الأستاذ حشمت جريس رئيس هيئة كوبتس استراليا. أهلا بيك وبنرحب بيك. نتمنى طبعا تكون معنا من أول الحلقة، بس طبعا احنا بنسعد بتشريفك جدا. أهلا بيك معنا. أهلا بيك. أهلا وسهلا. أهلا. دور حضرتك القيادي والإداري، يعني دايما القائد دايما بيبقى له المسؤولية الكبيرة، وهو دايما اللي بيحاول ان هو يعمل شبكة تنظيمية كبيرة ويقدم لكل انسان او كل خادم من المخدومين دوره الحقيقي اللي يقوم فيه الانسان او الخادم المثالي في المكان المثالي. دور حضرتك القيادي كمدير او يعني مدبر للهيئة. الحقيقة الشغل عندنا في جمعية الكوبتس، يعني أنا ما أقدرش أقول إن أنا مدير وده غفير وده سكرتير وده الكلام ده، لا. إحنا كلنا بنعمل مع بعض عشان شعرنا إن أولادنا وإخواتنا في مصر محتاجين لنا. يعني لما تزوري حضرتك أي حتة في مصر في القرى التعبانة أوي، يعني تعرفي إنك أنت لازم تعملي حاجة. فكنا نشتغل مع بعض. دي مفيش حد يقدر يقول أنا عملت أو أنا سويت، يعني كلنا بنشتغل مع بعض. كل واحد بيساعد التاني في شغله. يعني مثلا لو التريجرر أو اللي هي المسؤول عن الناحية المالية، يعني لو حبت مساعدة في حاجة كلنا نجري ونساعدها. لو السكرتير متأخر في حاجة احنا نشتغل معاه. لو انا عليا حاجة اعملها بكلم حد يجي يساعدني. فما عندناش، يعني هو تقريبا بس الفكرة زي ما تقولي centralization في الوظيفة. يعني لما يكون في حد عاوز يكلم الكوبس مثلا يكلم مين؟
دور تنظيمي، يعني لازم يبقى في عملية شبكة يعني تنظيمية. تنظيم مية بحتة. بيبقى بالظبط. في دورات أو اجتماعات دورية بتتقابلوا فيها كل فترة، يا ترى بتناقشوا فيها الأفكار الجديدة اه تتبنوها؟ يعني في اجتماعات بصفة دورية على طول يعني؟ هي 4 مرات في السنة أوكي. بنتقابل مم. ونناقش البوليسي بتاعت الجمعية، بنناقش الاحتياجات اللي في مختلف الجهات اللي احنا بنبعت لها يعني. مم. احنا بنساعد كمان في استراليا، مش بس بره يعني، مش بس اوفرسيز. ف فمحتاجة التنظيم شوية يعني. فلازم نجتمع، ولازم نقرر نعمل ايه، ولازم نقرر مين ياخد كام مم. وقت يعني. بالظبط. لازم يبقى فيها عملية تنظيم شوية. وبعد وش كده الممبرشيب لازم نراعيها، وفي مانثلي ليتر بيطلع دوري. وفي لنا ويب سايت، لو مم. تعرفي حضرتك الويب سايت، في شغل عاوز شغل كتير. عندنا جماعة حلوين قوي في الاي تي، دلوقتي بيشتغلوا معانا حلو قوي يعني. دي ينقلني للنقطة اللي أنا عايزة أتكلم فيها، ويمكن جهودكم الكبيرة اللي موجودة، ويمكن طبعا ربنا اللي شايفها أكتر، لكن ده ما يمنعش إن احنا نأدي دور إعلامي وتنويري للشعب، لأن مش الكتير للأسف اللي يعرفوا عن جهود هيئة القبطس أستراليا. ناس كتيرة قوي يمكن تقول مين قبطس أستراليا، ما أعرفش إيه موجودة من 30 سنة إزاي. فايه ممكن الدور الاعلامي والتنويري للشعب؟ يعني الناس دايما بتحب تعرف جهودكم ايه، انجازاتكم ايه، او متابعه اتليست على الاخبار اه بتتم ازاي؟ آه، احنا عشان خاطر كلنا فولunteers، ما فيش حد مننا متطوعين. بياخد ماهية. امم. فبنحاول نعمل الكلام اللي بتقولي حضرتك دي يعني. ده بحيث ان احنا نغطي الطريقة دي. لكن تأكدي ان كل جمعية في سيدني بتبعت ايصال باسم الكوبتس، لانه ما عندهمش تاكس اكزيمشن. فهم بس ما يعرفوش الكوبتس بيعملوا ايه. لكن يعني مثلا اقدر اقول مثلا لجنة البر مثلا، اللي هي في النيدي مصر كريستيان فاند في سيدني هنا، تبع تبع الاسقفية، الاسقفيه. بتبعت تبرعات وبتلم تبرعات عن طريق الكوبتس. مم. يعني الايصالات اللي في ايديهم لازم تكون باسم من الكوبتس القبطس بتاعتنا عشان يعني، تبقى بتاعت تاكس الكوبتس. ديدكتبل يعني. فالواحد بياخد الايصال منهم، الظاهر ما بيقراهوش ولا حاجه، مش عارف يعني. فما بيعرفوش الحقيقه ما هم يعرفوش دور مين ايه الكوبس القبطس، دول. يعني ايه الفايدة اللي اه بتعود مم. على اللي بيتبرع من خلال القبطس. اه هي ماديا هي يمكن دي خاصية بتتميز بيها يمكن استراليا بس، والفكرة دي انا ما اعرفش لحد علمي موجودة يا ترى في بلاد تانية غير استراليا ولا لأ. بس لو تشرحها لنا بالتفصيل او بطريقة بسيطة شوية، ان الناس تقدر ان هي تتبرع تقريبا، اه والتبرع ده يخصم من الضرائب، مظبوط؟ او ما ال- يعتبرش من قيمة الدخل من دخلهم. التبرعات كلها بتيجي سواء من الجمعيات او من الافراد، مم. بتخش الحساب بتاع الكوبتس، والكوبتس بتقوم مم. بالتحويل للجهات المعنيه يعني، عن طريق الكترونيك ترانسفير. مفيش مم. حد بيقدر يمد ايده على التبرعات دي. يعني هي طب. بتخش على الحساب في البنك مثلا، وبتطلع من البنك على، يعني مفيش، يعني في ناس فاكرين ان انا ممكن احول لهم فلوس مثلا من آه. لكن ده ما بيحصلش الكلام ده، لانه كل حاجه عليها اوديتنج، المحاسب. مم. ف يعني زي ما تقولي مش عارف اشرح لك ازاي، ان هي الكترونيك ترانسفير، يعني تحويل بنكي. تحويل بنكي تحويل بنكي بالظبط من كده. اللي ملوش دخل. ف التبرعات دي لازم تروح لبرامج تنمية، مم. يعني ما تروحش الأفراد. لأفراد. يعني مش ممكن واحد يجي يقول لي خد التبرع ده ابعته لابن مم. خالتي مثلا يعني. هو من يمكن المشروعات والإنجازات اللي ساهمت فيها اه القبطس، اه يمكن من إحدى هذه المشروعات الواضحة جدا هي مشروع Giving Hands. اه المشروع ده يمكن القبطس كان له دور كبير قوي في المساندة والدعم. بالظبط. كلمنا حضرتك عن الدعم والدور بالظبط آه. عشان. أي مشروع بيتم في الخارج مم. لازم يجي لنا تقرير عليه ايه المشروع ده.
الكوميتي بتاع المانجمنت كوميتي تقعد وتدرس هذا المشروع، تشوفه ينفع مع تاكس دكتابيليتي ولا لا، في جايد لاينز، في يعني زي ما تقولي كرايتيريا لكل مشروع، اذا كان ده بيخدم ديفلوبمنت ولا تشاريتي. التشاريتي ما لهاش تاكس اكزيمشن، يعني كون ان انا ادي بني ادم فلوس هيجي لي تاني يوم ياخد فلوس، لكن الهدف من الشغل بتاعنا ان احنا نعلمه حاجه، نعلمه حرفه، نديله سمول لون عشان يعمل بيزنس صغيره ويكبر بعد كده. يعني في امثله كتير على المشاريع الصغيره في مصر مشيت حلو قوي، ولما بنروح احنا بنشوف البروجرس بتاع المشاريع دي ايه. مثلا عملوا مطحن دقيق ماشي حلو قوي في القرى، لان بدل ما كانوا يمشوا مثلا كذا ميل عشان يطحنوا شويه غله، بقوا يطحنوها لوكل، وبقى كمان يطحنوا للناس تانية. فالمشروع نجح بحيث ان البني ادم ده دلوقتي بيدفع عشوره للكنيسه. يعني احنا بنلاحظ ان في العطاء مدرستين ماشيين مع بعض. مدرسة ان انا ادي عشور مادي او عشور مع يعني مادي، او سواء كان فلوس او عينات مثلا اكل او اي حاجة او لبس، او مدرسة تانية هدفها التنموي والتنويري. يعني انا ما اقدرش ان انا اقول اديك فلوس، لا تعالى وتعلم حرفة معينة، بالظبط. وبالحرفة دي ممكن تشتغل بيها وظيفة، ومن الوظيفة دي تقدر ان انت تعمل محل صغير. النوع التموين، مدرستين ماشيين مع بعض. بخبرة حضرتك شايف انهي مدرسة ممكن ليها الفايدة اكتر؟ المدرسه بتاعت التشاريتي، وفي مدرسه للديفلوبمنت، مش قصدك كده؟ مظبوط. التشاريتي ده هيجي لك كل يوم، يعني انت لو اديتي له $400 في الشهر هو خلاص مش هيشتغل مثلا يعني. وحصلت، احنا في جماعه من اصحابنا عندهم مصانع في مصر حاولوا يشغلوا ناس، قال له انت هتديني كام؟ قال له هدي لك 500 جنيه مثلا. فقال له لا يا عم، الكنيسه بتديني 400، انا هتعب نفسي ليه؟ معلش استاذنك، معانا هاني ومكالمته من مصر. بنرحب بيك يا هاني، اهلا بيك معانا. اهلا يا فندم، مع حضرتك هاني. اهلا وسهلا. حضرتك انا عايز اتفضل. الله يخليك، سلام المسيح معاكم. ميرسي. كنت عايز اشارك، يعني كنت عايز اطلع من يعني اطلع استراليا وكده. ايوه تنور، اهلا بيك معانا طبعا، تنور في استراليا. تعيش يا فندم. تحب تسأل سؤال معين له علاقة بموضوع الحلقة؟ لا انا بسمع، بسمع حضرتكم على طول وكده، بس عايز اشارك لان عايز اسافر من هنا، من دربوان المنيا، كنت عايز اسافر على هناك. استراليا. احنا بنشكرك جدا، وطبعا احنا بيسعدنا قوي اهتمامك ورغبتك ان انت تيجي استراليا، وان شاء الله الحلم ده يتحقق قريب ونشوفك وسطينا. اول حاجة طبعا تعملها ان انت تصلي وتشوف إرادة ربنا ايه، والخط اللي رسمه لك ايه، لان هو اللي بيحدد لكل انسان الهدف والحكمة من وجوده في المكان اللي هو فيه. بعد ما تصلي ان شاء الله احنا هنصلي معاك ونشوف إرادة ربنا ايه، تبتدي الخطوات الشرعية فعلا في التقديم لاستراليا. يعني ممكن ان انت تبتدي تشوف القوانين او الشروط المناسبة ليك. ممكن ده عن طريق تشوف قوانين الهجرة، او تلجأ الى احد المحامين مثلا في المختصين بالهجرة، وده يمكن اللي ناقشناه في الحلقة اللي فاتت. ممكن كمان تشوفها على اليوتيوب لو تقدر، ان انت لو فاتتك ما شفتهاش ممكن تشوفها على اليوتيوب، وتقدر تشوف من برنامج رؤية لبكرة، هتعرف كتير قوانين كتير، وتعرف ايه الشروط دي يا ترى تنطبق عليك ولا لا. لو قدرت ان انت تقدم، وان شاء الله بحلفك التوفيق بإذن الله، ونشوفك معانا قريب هنا. النهارده يمكن حلقتنا بنتكلم اكتر عن القبطس ودور الاهتمام بين هيئة القبطس ودورها وتعاونها مع أسقفية الخدمات في تقديم المعونات أو مساندة مجموعة من المشروعات التنموية في مصر. احنا بنتمنى طبعا حلمك يتحقق، ولو حتى ما تحققش انا اؤكد لك ان المكان اللي انت موجود فيه سواء في مصر او خارج مصر ده هيكون انسب مكان ليك، دي حسب إرادة ربنا ليك. والحقيقة نصلي معاك ونتمنى ان شاء الله تكون مبسوط في اي مكان تكون فيه. نشكرك جدا يا هاني.
كنا بنكمل كلامنا، ومعلش انا قطعتك، عن الدور التنموي، وده اللي يمكن انا حابه قوي اتكلم فيه، لان الاهتمام بقدرات الشباب بالذات، اه وخصوصا الشباب، انا بلاحظ ان هم من خريجي مؤهلات عاليه جدا، لكن للاسف ما بيوصلوش يحققوا احلامهم ويشتغلوا في الكارير او المجال اللي هم تعبوا ودرسوا فيه. لكن دلوقتي بنظره مستقبليه ومتفائله اكتر، قدرنا ان احنا نشوف ان شباب كتير بدات تخوض مجالات كتيرة ومشروعات كتيرة مختلفة خالص، النظرة بقت منفتحة جدا، وده من خلال مشروعات زي اللي انتوا بتقدموها. دي وسيلة حضرتك شايف ان هي سهلا يزودوا بيها الدخل؟ احنا حاليا بنشتغل في مصر مثلا يعني مع اسقفيه الخدمات. مم. اسقفيه الخدمات بتهتم بتمسك قريه صغيره كده تعبانه قوي. مم. بيدوروا طبعا على القرى اللي تعبانه خالص يعني. مم. الفكره أقل كلها فقرا، يعني تعبانة من حيث الموارد تعبانه المالية أو اقتصاديا واجتماعيا اقتصاديا. وكل حاجه. مم. بيحاولوا يبتدوا في القريه دي، بيحطوا بلان، خطه تنميه يسموها خطه تنميه. مم. التنميه الاقتصاديه، التنميه التعليميه، يعني في يوث بروجرام، في تشيلدرن بروجرام، في فاميلي بروجرام، في هيلث بروجرام، educational بروجرام. كل بروجرام بياخدوه من الاول. يعني مثلا انا رحت اتفرجت على محو اميه. مم. محو الاميه دي ناس كبيره في السن وما عندهمش يعني ما عرفوش يقروا ولا يكتبوا، وبيحاولوا يعلموهم يقروا. بيمسكوا الشباب يحاولوا يعلموه حرفه، مم. يتعلم كمبيوتر، يتعلم نجارة، يتعلم حاجة ياكل منها عيش وسبورت هيز فاميلي يعني. فدي في نظري أهم كتير قوي، لأن هم مش هيقدروا يمسكوا خريجين الجامعات ويشغلوهم مثلا. اه. هم بيمسكوا الجماعة الغلابة قوي اللي هم ما عندهمش فكرة، العيال الصغيرين تعليم قوي المتوسط أو بيعلموهم. فبيعلموهم، ولما العيال الشباب بيعلموه حرفة. وبعد كده الستات اللي قاعدين في البيت مثلا بيدوهم فرصة يعملوا حاجة، يشتغلوا تطريز، يشتغلوا يبيعوا أقمشة، يعملوا فساتين ويبيعوها. شفت قصص نجاح كتيرة قوي في الحاجات دي يعني. مم. لأن هم ما تقدريش تمسكي حالة تعبانة قوي وتخليها حالة حلوة قوي مرة واحدة يعني. أكيد. فلازم قصدي اقول هي خطوات تدريجيه وببلان، يعني هم البلان بتاعت اسقفيه الخدمات هي اللي جابت لنا التاكس اكزيمشن، لانه شغالين مظبوط وماشيين على خطه. مم. يمسكوا القريه مثلا يقعدوا فيها 3 سنين، وبعدين في اكزيتنج بوليسي، يعني بقى يعني لما يطلعوا منها في بلان مين اللي هيمسك الشغل بعد ما يمشوا. مم. فدي العمل بتاعهم جميل يعني. لما حضرتك تروحي هناك وتشوفي مم. النتيجة، في قصص نجاح كبيرة قوي. وبعد كده تتفرجي على المدارس اللي بيعلموا فيها الأطفال. يعني بعد المدارس احنا شفنا بيستعملوا المونتسوري سيستم يعني أسلوب في متقدم العيال في يعني. حي الزبالين. يعني أنا يومها فوجئت بالمنظر ده الحقيقة. أستاذ حشمة، تسمح لنا واسمح لنا يا أستاذ فرج، يعني مشاهدينا، إن الدقايق اللي جاية احنا دقايق متميزة وخاصة جدا، لأن بيسعدنا يكون معانا على التليفون نيافة الحبر الجليل الأنبا يوليوس، الأسقف العام للخدمات الاجتماعية والأسقف العام لمنطقة مصر القديمة. أهلا بيك يا سيدنا، نقبل الأيادي. أهلا بيك في استراليا، وأهلا بيك في البرنامج. أهلا بحضرتك يا فندم، أهلا وسهلا. اهلا بيك. دي الزياره الرعويه الاولى لاستراليا، يا ريت نيافتك تكلمنا عن انطباعك ايه عن قاره استراليا وزيارتك لينا وشعبها، واهتمامك الكبير بخدمه الاسقفيه الخدمات الاجتماعيه. الحقيقة طبعا أنا متشرف بزيارة استراليا، وطبعا مش هقول فوجئت، لكن أنا أعجبت جدا بالخدمة في الكنايس وفي الرعاية هنا في استراليا. والحقيقة تحت أسقف نيافة الحبر الجليل الأنبا دانييل، ربنا يطول عمره ويديله الصحة. في الحقيقة هو أساس الزيارة مش فقط لزيارة الكنايس، لكن أصلا إحنا جايين الحقيقة علشان نحيي ونشارك قدس في عيدها 30 لتأسيسها وبداية خدمتها، ولأن كل دعمها الحقيقة من شعب استراليا وأقباط استراليا.
فاحنا جايين نقول للناس اللي هنا ألف شكر، وجايين نقول لهم اطمنوا إن كل اللي انتوا بتعملوه كان له أكبر الأثر عندنا موجود في مصر. فأنا الحقيقة سعيد إن أنا أقابل الناس اللي حاسة بمصر، والناس اللي فعلا ليها إيد بيضة جميلة في مصر، اللي هو أقباط أستراليا، عن طريق كوب الأحباء الأورجانيزيشن الموجودة. أشكرك جدا يا سيدنا، لكن لو في الدقايق اللي جاية نيافتك تشرح لنا شكل التعاون ما بين أسقفية الخدمات الاجتماعية وبين القبطس هنا بالتفصيل شوية. الحقيقة كوب بتشتغل على 3 محاور مع أسقفية الخدمات. أول نقطة إن جميع الأقباط اللي هنا، أي حد بيحب إن هو يوصل أي دونيشن معين لأي مشروع ولا أي خدمة موجودة من أسوان لإسكندرية، ده بيبقى عن طريق كوبس بدون خصم أي شيء من التبرع اللي هو بيتبرعه للمكان. ودي الحقيقة خدمة هايلة هم بيعملوها، وبيوصل ده عن طريق أسقفية الخدمات وكوبس. بنوصل الخدمة دي من أستراليا لمصر. النقطة اللي بعد كده هي برنامج أغاني. الأقباط هنا بيشاركوا في العلاج، بيشاركوا في الزواج، بيشاركوا في السكن، بيشاركوا في كل مساعدات الطوارئ بصفة عامة في برنامج أغاني. الأهم من كده إن كوبس تعتبر بارتنر أساسي في شغل التنمية في مصر. شغل التنمية عندنا في 7 برامج أساسية بتشتغل مع بعض، ك7 برامج مع بعض في 30 قرية في وقت واحد. على مدار أي وقت تلاقي في 30 قرية بتتخدم، وفي نفس الوقت في تنمية بتتعمل 2 إلى 4 في بعض الإبروشيات. فالحقيقة كوبس يعني يعتبر واخد نسبة كبيرة قوي كبارتنر رئيسي جدا بالنسبة لنا في التنمية في مصر بالنسبة لبليست اللي هي أسقفية الخدمات. سيدنا، يمكن ده من بركة الدعم المادي اللي يمكن من ولادنا هنا بيرسل لمصر، لكن أنا عايزة أتكلم عن يافتك عن رأي وعن فكرة أخرى، هي دعم آخر ولكن ليس مادي، يعني دعم الكوادر نفسها. يعني لو نقدر نقول يمكن أنا واحدة من الناس اللي بيشغلني قوي إني أروح بنفسي أخدم للمكان. دي بركة مش هقدر أقول قد إيه. يا ريت ننظم حاجة، يا ترى في فكرة معينة نقدر بيها ننظم إزاي إن إحنا نروح بنفسنا لمصر ونشارك في خدمات مختلفة؟ هو أولا القصة مش قصة دعم مادي. أنا برضو حابب أقول لحضرتك حاجة مهمة. يعني من ضمن الحاجات الأساسية اللي بتشارك فيها كوبس هنا هي إعداد كوادر. يعني إيه إعداد كوادر؟ يعني إحنا دلوقتي بنعمل مكتب تنمية في كل إبروشية. مكتب التنمية ده من آباء كهنة، من خدام. إحنا يعتبر عندنا جوه مصر حوالي من 57 إبروشية. الإبروشيات دي بتدرب على زي إنها تدرس الاحتياجات، بتدرب زي إن هي بنفسها تنفذ المشروعات. وفي نفس الوقت بيجي بعض الفولنتيرز من الخارج للتدريب اللي برضه لرفع المستوى بالنسبة للغات وبالنسبة للديفلوبمنت وورك از هول. يعني ففعلا احنا بادئين في الطريق ده، ولكن هو محتاجة تتفعل أكتر. يعني احنا لسه دي بداية، لكن فكرة حضرتك فكرة أساسية، لأن مش معقول الأسقفية هتقوم بنفسها بتنفيذ كل المشاريع. الحلم اللي عندنا إن احنا نبقى الدعم الفني والدعم المادي كده كده موجود من بره، لكن فنيا أهم من ماديا علشان الإنسان يقدر ينمي نفسه. وفكرة اللي حضرتك بتقوليه هو أساس فكرة التنمية أصلا، لأن في فعلا بننقل رأي ورغبة ناس كتيرة هنا يمكن من المختصين والفنيين. يعني في كتير من الأطباء وكتير من الممرضين اللي هنا بيتعلموا هنا في استراليا وما زالوا ليهم الولاء لمصر، حابين بنفسهم يشاركوا في الخدمة دي وياخدوا بركتها.
ان هم يا ترى ممكن ان نتبنى الفكره دي في المستقبل، ان احنا من خلال طبعا القبطس هي نعمل رحلات هي معينه في اوريدي اوقات موجودة. معينه توزع للخدمه هناك؟ هي اوريدي موجودة، وأظن إن كوب هترحب قوي 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 بالفكرة دي. هي موجودة من أمريكا، وموجودة من أماكن كتير. من الحقيقة بيتعاون معانا برضو من جنوب أمريكا ومن كاليفورنيا، ومن إنجلترا مع نيافت أنبا أنجيلوس. وأظن إن كوبس هترحب بالفكرة دي قوي قوي هنا في أستراليا حقيقة. سيدنا، يمكن في النهاية نحب نعرف من يافتك رؤية مستقبلية وخطة جديدة للخمس سنين القادمة لخدمة أسقفية الخدمات الاجتماعية. الحقيقة الخطة الجديدة بتاعتنا إن إحنا مش كل حاجة هننفذها بنفسنا، إن إحنا نعد كأننا عملنا بدل أسقفية خدمات واحدة عملنا 10 20 30 في كل مكان. الخطة الجديدة هي إن إحنا بندرب الناس نفسها إن هي هتقوم بالتنمية، وهنبقى إحنا مجرد متابعين، وإحنا مجرد دعم فني. فالكاباسيتي بيلدينج اللي هيتعمل في البروشيات واللي هيتعمل في الدايوسز عامة هو ده هدف أساسي بالنسبة لنا. هدف الحقيقة رؤية تانية اللي هي التناسق بيننا كهيئات مع بعض، إحنا وأنبا برقام وتشابونا داوود والراعي وأم النور الأستاذ أمير، إن إحنا حاليا بنتقابل مع بعض، وفي بينا تنسيق تنظيم جغرافي في الخدمة بتاعتنا. لكن أملنا بعد كده أكتر وأكتر إزاي إن يبقى في تناغم بيننا إحنا الثلاثة، لما نشتغل بنفس الفكر وبنفس الطريقة في الديفلوبمنت. فده فكر الحقيقة مستقبلي، وهيدي لخدمتنا أثر إمباكت كبير وعالي قوي بالنسبة لمصر. القصة اللي بعد كده هي برضو لأن بنتمنى إن شاء الله إحنا نكون برضو ذراع كوبس في مصر، إن كل المشروعات اللي حابة كوبس إن هي تنفذها في مصر إحنا ندرسها لها دراسة كويسة جدا، ونبقى إيدين للتنمية توصل لكل مكان في الإبروشيات بنعمة ربنا إن شاء الله. إن شاء الله يا سيدنا، وبصلواتك وبصلوات شعب الكنيسة كله يحقق كل أمنيات نيافتك. احنا بنشكرك جدا جدا على تواصلك معنا من خلال البرنامج، وبنشكرك لزيارتك لاستراليا، ونتمنى تكون الزيارة الأولى والكل سنة إن شاء الله تشرفنا، ويكون في إنجازات كتيرة لأسقفية الخدمات. بنشكرك جدا. بنكمل معاكم لقاءنا مشاهدينا، واحنا الحقيقه سعدنا جدا بمكالمه نيافه الانبا يوليوس وحرصه ومشاركته معانا في البرنامج، وحرصه بمجيئه هنا اصلا استراليا علشان يشارك هيئه القبطس. هيئه القبطس الحقيقه يمكن احنا متاخرين جدا ان احنا بنحتفل بيكم على الهواء، يمكن المفروض الاحتفال ده كان يبقى من قبل كده بكتير، لكن دايما اللي بيعمل في الخفاء بيكون اجره اكبر طبعا جدا. احنا كنا وقفنا في كلامنا عن ان احنا دلوقتي بنهدف اكتر لزيادة العمل التنموي وزيادة القدرات. المشروعات الكبيرة اللي ساهمت بيها كوبتس، ويمكن Giving Hands واحدة من المشروعات دي. حضرتك تكلمنا عن فكرة موجزة كده عن Giving Hands والهدف منها. احنا انا زي ما قلت لحضرتك قبل كده ان احنا اي مشروع بيتم عن طريق دراسة بنشجعه بنشجعه وبنعلن عنه هنا في الويب سايت بتاعنا، يعني في الانترنت. ف من المشروعات الكبيرة طبعا اللي احنا عاوزين بنشجعها دلوقتي في Giving Hands او في يعني مثلا في ابونا داود لمعي بيعمل مشاريع حلوه قوي. في عنده مشروع كبير قوي دلوقتي في قنا اسمه افتكر اولاد الشوارع. ده احنا بندرسه حاليا، وكل التبرعات اللي هتروح له هتبقى تاكس ديدكتبل، لانه يعني ده هدفنا تقريبا ان احنا نشجع كل حاجه للتنميه. يعني اي هدفنا بالظبط كده ان العيل اللي في الشارع ده يشوف وجه المسيح في الخدمه. لان ده هو هدفنا. يعني احنا يوم ما ابتدينا احنا ابتدينا عشان الحاله هناك كانت محتاجه ان احنا نبتدي يعني نشتغل.
لازم نخلي الأولاد هم دول مستقبلنا يعني. بالظبط. الأولاد الصغيرين هم دول مستقبلنا. لما يعني الواحد اهتمام بأطفال يشوف الشوارع واللي هم أولاد الشوارع بالظبط. وأولاد العائلات اللي مش قادرة على إنها تعلمهم أو مم. بتاع، يعني دي هدفنا تقريبا، إن العيال ده عيالنا، دول مم. إخواتنا يعني we have to هي do something about it. بالظبط بالظبط. انا ملاحظه ان في افكار جديده، يمكن في مصر في افكار جديده لخدمه مختلفه يعني استاذ فرج لك تقول لنا ازاي ان احنا نقدر نعمل متابعه على طول للشعب هنا. يعني هنا بنبقى عايزين نعرف قوي ايه المشروعات اللي مقامه في مصر عشان نقدم لها الدعم بسرعه. فالدور الاعلامي ده مهم جدا، يعني الدور التنويري للناس ومعرفتهم ان احنا يا جماعه بنجمع تبرعات وبنشجع مشروع اسمه Giving Hands، او بنشجع مشروع اطفال الشوارع مثلا اللي بيتبناه ابونا داود لمعي. الناس بتبقى محتاجه تعرف ده، لان ميبي ناس كتيره قوي ما عندهاش اي فكره بالصوره اللي موجوده في مصر وبالافكار كمان اللي موجوده فيها. هو فعلا ممكن التعريف بالمشروعات ضروري ده مهم. ومهم. احنا عندنا حاجتين، عندنا الويب سايت بتاع الكوبس بنحط عليه المشروعات اللي بتشجع وتطور هذه المشروعات كمان. يعني لو المشروع ابتدى من الأول بنصوره في الأول وبعدين التطور بتاعه. الحاجة التانية في حفلة عشاء الفقير اللي بنعملها 3 مرات في السنة، بنذيع على الناس اللي بيجوا المشاريع اللي موجودة في مصر، وبتيجي الناس اللي هي مهتمة بهذه المشاريع وتتكلم. يعني بيجوا حتى ناس من مصر ويتكلموا في حفلة عشاء الفقير للشعب اللي موجود، وبيشرحوا لهم المشروعات دي وبيشرحوا لهم تطورها. يعني في مشروعات مثلا زي الجذام مثلا، مستعمرة الجذام في مصر محدش بيسمع بيها. محدش بيسمع ان في ده. واحد بيسألني بيقول لي هو في جذام في مصر؟ ايوه في جذام في مصر، محدش بيسمع بيها. فبيجي حد من المهتمين بمشروع مستعمرة الجذام دي وبيتكلم عليها في سملوط. لو ومشاريع بيقدم أخرى صور او فيديو او بيقدموا عن لا، عشان في ساعات بتبقى البرايفسي بتاعت البني آدم يعني. لا انا اقصد مثلا صور لمشروعات. في صور لمشروعات، في مثلا مستشفى في مصر في منطقة عشوائية. ابتدى المستشفى في مصر، الخدام في مصر ابتدوا يعملوه على يدوب عيادات كده، يعني دور أرضي. النهاردة بنعمة ربنا 5 أدوار، مستشفى داخلي، في حضانات أطفال، في غسيل كلوي، في عيادات كل التخصصات، في فيزيوثيرابي، في معمل تحليل، في مدرسة تمريض. ودي حتى قداسة البابا اهتم بيها جدا بمدرسة التمريض دي، وكل سنة بتتخرج دفعة قداسة البابا هو اللي بيسلمها شهادات بنفسه بإيده. يعني المشروع ده تطور من هو صغير خالص لحد ما كبر. عندنا بنقدم في كل الحفلات بتاعتنا، بنقدم تطور هذا المشروع لحد ما جميل. بقى مؤسسة كبيرة اسمها مؤسسة الشفاء في مصر، وفيها يعني حاجات كتير، وهبتدوا بيت مسنين قريب كمان. يعني في مشاريع أخرى متطورة برضو، يعني مش بس المستشفى دي، في مستشفيات أخرى، في مستشفى في عين شمس، في مستشفى في دمنهور، في حاجات أخرى يعني بالشكل ده. في مشاريع الإسكان، بنصور برضو البيت قبل ما يبقى تخش المية والنور والكهرباء ويتبني فيه دورة مية. كل الحاجات دي بنعلنها على الناس هنا في الويب سايت وفي حفلة عشاء الفقير. إذا كان أغابي تحب تشاركنا في هذا يبقى كتر خير أغابي، وربنا يعوضكم. احنا بنشكر جهودكم الكبيره جدا وتواضعكم الشديد قوي، ده اللي انا ملاحظاه في الحلقه النهارده. الاحساس قد ايه الجهد كبير قوي والتعب كبير قوي والخدمه فعلا جميله ومن القلب قوي، بس انا ملاحظاه ان في اتضاع حقيقي. يعني احساس ان الجهد اللي انتوا عملتوه والثمر والبركه اللي وصلتوا لها كتير
يعني لازم تقدر اكتر من كده. احنا بنشكركم جدا، بس في سؤال برضو ما اقدرش انكره، ان اكيد في رحلة 30 سنة وحصاد 30 سنة من العمل والجهد اكيد عدو الخير كان بيحاول يتدخل. يا ترى في اي مشكلات او معوقات كانت بتقابلكم في طريقكم، وازاي اتغلبتوا عليها؟ آه، مين يتكلم؟ بص. رايت. اتفضل. طبعا المعوقات موجودة والمشكلات موجودة، لكن آه، في الأول والآخر المجموعة اللي ابتدأت القدس والمجموعة اللي ماشية دلوقتي كان يجمعهم هدف واحد ورابطة واحدة: الحب. مم. جميل. مجموعة بتحب بعض وبتشتغل بحب دي اهم حاجة. وما تقصدش أي حاجة غير الحب. فنشكر ربنا المجموعة دي لم يحدث بينها خلافات طول ال30 سنة اللي فاتت. هي يعني حضرتك ما لمست زالت نقطة مهمة، المجموعة لأن الوصية الأساسية الأولى. اللي ابتدأت. طبعا في أخواننا اللي سافروا السماء، مم. ده يعني هم دلوقتي بيبصوا لنا من فوق وبيصلوا لنا. يعني نبتدي أول واحد شجعنا كان من الآباء الكهنة المتنيح أبونا مينا نعمة الله. مم. قداسة البابا شنودة جه حضر حفلة عشاء الفقير معانا. قداسة البابا توادرس رفع سماعة التليفون أول ما جلس على كرسي ماري مرقس وكلم الأخ حشمت كرئيس للجمعية وقال له: أنا بشكركم على اللي انتم بتعملوه. المتنيح أبونا مينا نعمة الله كذلك. أخونا الحبيب اللي سافر السماء الأستاذ مخلص سيدهم، المهندس مخلص سيدهم، هيقام بمجهود عظيم عظيم عظيم. الأخ بشير إبراهيم برضو كان أمين صندوق لمدة طويلة وسافر السماء من كام سنة. كل دولت ألهمونا فعلا مم. إزاي نشتغل وإزاي نعمل العلاقة اللي بيننا وبين بعض. مم. ودي مهمة جدا. ما كانش العلاقة دي فيها حب وفيها بركة، ربنا مش هيبارك فيها. يعني احنا نبتدي بنفسنا وربنا هو اللي بيشتغل معانا بعد كده. معوقات كانت، ما فيه معوقات طبعا، مم. انما نشكر ربنا. كل الناس ساهمت. نيافة الأنبا دانيال قبل ما يترسم، قبل ما يجي سيدني، بعد ما اترسم كلمناه في التليفون وقلنا له: يا سيدنا بنرحب بنيافتك على أساس إن أنت أسقف سيدني. قال: أنتوا مين؟ قلنا له: إحنا كذا كذا كذا. مم. قال: أنا أخوكم وخدامكم. بهذا اللفظ، الكلمتين دولت أنا سمعتهم منه بودني. كتر خيره. كل الآباء الأساقفة اللي كانوا بيزوروا سيدني كانوا بيجي يحضروا، فكانت المشجعات أكتر من المعوقات. مم. ونشكر ربنا إن المعوقات مشيت والمشجعات لسه موجودة. أكيد، وزي ما ربنا رب المجد قال إن المحبة هي الوصية الأولى والوصية العظمى، ده مش من فراغ، هي فعلا أكيد عشان المحبة هي اللي بتربط ما بينكم كلكم. ربنا طبعا يديم المحبة دي أكتر وأكتر. مفيش شك إن الأسماء اللي حضرتك ذكرتها دي بعض من كل، وفي جنود مجهولين كتير، وفي ناس كتيرة يمكن لا يذكر اسمها، لكن أجرها موجود في السماء. أكيد. لو قلنا عن كوادر أخرى، الحصاد كثير والفعلة قليلون. لو قلنا يعني نفكر لبكرة ونفكر ازاي نشرك الشباب بالذات، وخصوصا اللي مولودين هنا في استراليا ومولودين بطبيعة الحال هم مش قادرين يحسوا بالمعاناة قوي، لان هم ما اتاحتهمش الفرصة ان هم يعيشوا في مصر. لكن لو فكرة من الافكار ان احنا نحاول نشركهم في حاجة من دي، ونحاول ان هم يبدأوا بيها ويحسوا بيها، يبدأوا يكملوا المشوار معاكم. ايه رأيكم في الاستعانة بالشباب معاكم في رأي حضرتك ايه؟ اتفضل، هيك المدبر كله. احنا ابتدينا من يمكن من 5 سنين فاتت نشرك معانا الشباب في الخدمة، ودخلنا شباب لأن احنا كل سنة وانت طيبة يعني. لا كبرنا في ازاي، السن. ربنا يديك الصحة. لا انا كبرنا في بقول السن الشباب ده مش معناه ان احنا بنقلل من لا 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 ازاي لا ده لا حضرتك كلك قصدي خبرة وحكمة يعني. انا فاهم فكرة حضرتك هو يعني، عبارة لكن مزج ما for بين الأجيال. continuity لا أنا عايزة كمان رأيي، الفكرة اللي أنا عايزة أوصلها إن هم نحسسهم كمان بأهمية العمل ده. for continuity of our work يعني بالظبط كده. we have to train the youths عشان يشتغلوا. يعني احنا دلوقتي عندنا يمكن 3/4 أو نص الكوميتي من الشباب. والحمد لله ربنا بعت لنا اليومين اللي فاتوا دول يعني
شابين حلوين قوي. هو اللي عمل لنا جدد الويب سايت بتاعنا. و يعني انا اشكر ربنا ان هم مهتمين، وفي منهم عاوز يسافر مصر، وبنحاول ندبر لهم رحله سنويه ان يروحوا فيها الشباب اللي عاوز يروح، يعني مش لازم يكونوا من الكوميتي حتى. الفكره كلها ان هم يشوفوا الشغل. انا في تفكيري العمل بتاع اسقفيه الخدمات وابونا داود لمعي وجمعيه الراعي ام النور ده عمل يعني انا في نظري اهم من مشروع كبير، لان دي مشاريع يعني زي ما تقولي تخطيط للمستقبل. بيمسكوا القرى التعبانه وينموها. يعني دي في نظري اهم من ان انا افتح مصنع كبير واشغل فيه ناس، لان دي مش هو الهدف ده. الهدف ان انا اربي الجيل اللي طالع ده عشان يبقوا بني ادمين زينا زيهم، يعني دول اخواتنا. والواحد لما يشوفهم يعني في نهضه ده عمل جبار، مش اتس نوت ايزي يعني. دي دول بتتعب فيه. زي ما حضرتك اتكلمت وذكرت المستقبل، احنا ما نقدرش ننسى ابدا الاستمرار الاجيال واستمرار فكره القبطس واستمرار نجاحاتها. لازم نفكر في خطه مستقبليه. ايه الخطه ان شاء الله المستقبليه، وايه المشروعات اللي انتم نفسكم تساهموا فيها، وايه الافكار الجديده اللي بتتبناها قبطس الان؟ الخطه المستقبليه انا في تفكيري ان لازم نعمل تنسيق ما بين كل اللي بيشتغلوا في التنميه في مصر. لازم دول يشتغلوا مع بعض بحيث ان يتبادلوا الافكار، يتبادلوا العمل. يبقى يعني يا ريت يبقى حتى اللي بيشتغلوا في الفيلد يتقابلوا مع اللي بيشتغلوا في الفيلد في الجامعات الاخرى. يعني لازم يقعدوا مع بعض، يبقى في تريننج، يبقى في كوبريشن، يبقى في اورجانيزيشن، يبقى في عمليه زي ما تقولي تنسيق للعمل. انا بشتغل في القريه دي، اخد الخبره بتاعت القريه الثانيه، اشوف ايه اللي عملوا فيها. ممكن يكتسب خبره ويعرف يتفادى الغلطات اللي تفادوها اللي في الحته الثانيه، وهكذا. العمل في مصر مش سهل يعني. يعني في صعوبه طبعا قطعا، لكن المحبه بتضيع كل حاجه. يعني عارفه لما اخواتنا الاحباء اللي من حتة تانية يعني في مصر مثلا، أو لما يشوفوا المحبة بينسوا الكراهية بتهيألي يعني. وزي ما ربنا قال يعني يروا أعمالكم الحسنة مجد أباكم الذي في السماوات. بالظبط. فيعني ده هدفنا تقريبا. ويا ريت ربنا يبارك في هذا العمل يعني. شكرا جدا يا أستاذ حشمت. أستاذ حشمت جريس رئيس هيئة قبطس أستراليا، بنشكرك جدا لوجودك معانا ومشاركتك حلقتنا النهارده. بنشكرك جدا يا أستاذ فرج جبران. بنتمنى لكم كل التوفيق، ونتمنى لكم استمرار العطاء والعطاء ومزيد من الأجر السمائي الغير منظور. بنشكركم جدا ونتمنى كل التوفيق لقبطس أستراليا. شكرا لقناة أغابي للاستضافة. شكرا لكم وربنا يبارك في عملكم يعني. شكرا ليك. مشاهدينا، يمكن قبل ما نختم حلقتنا النهارده، الحقيقه واحد من اهم الاخبار اللي انا اتمنى اشارككم فيه ان الجمعيه الاستراليه القبطيه للاثار والخدمات بتدعو حضراتكم او المقيمين في استراليا او محبي كنيسه العذراء والقديس مريمينا بمنطقه سيدنم ليوم 6 أغسطس القادم بموقع الكنيسة بسيدنم إلى يوم روحي أو يوم مفتوح. بيبدأ التجمع من الساعة 11 صباحا وبيستمر لغاية الساعة 4. اليوم بيضم فقرات كتيرة جدا جدا بتهم الشباب والأطفال والكبار أيضا. برنامج بيتضمن باربيكيو، معلومات كمان مهمة جدا عن تطورات الطلب المقدم لمصلحة الآثار للموافقة على جعل الكنيسة إلى مبنى أثري للحفاظ عليها وعلى تاريخها باستراليا. كلنا عارفين كنيسة العذراء وقديس مريمينا بسيدنم كنيسة غالية قوي على قلوبنا باعتبارها الكنيسة الأولى في استراليا. احنا بنضم صوتنا وصلواتنا ليكم وبنشارككم كمان وبندعوكم للمشاركة في اليوم الجميل ده. مشاهدينا، السيد المسيح يمكن أعطانا كل شيء. ادانا جسده، ادانا روحه، ادانا دمه، ادانا الفداء، ادانا ملكوت. لو حبينا نختم حلقتنا النهارده وسألنا سؤال: ماذا نقدم نحن للمسيح؟ العشور مش كفاية، نقدم له
كل شيء. مشاهدينا بنشكركم ونشوفكم الحلقة الجاية من رؤية لبكرة. ميرسي. رؤيا لبكرة تفتح لينا بيبان، رؤيا تزيد الوعي تثبت إيمان، رؤيا تغير قلبي تسيطر على وجدانه يعود فرحان، رؤيا تحلي بكرة تخلي مليان حب